اهلا بنات، نتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده واحسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتسمعوا هذا الفيديو. اليوم بغيت ندير معكم واحد الفيديو اللي نبدا شويه على شنو كنديروا دائما، بعيدا عن الوصفات وبعيدا عن الجمال وبعيدا على يعني داكشي المألوف في القناه. قلت اليوم علاش لا ما نهضروش وما نهضرش معاكم ونعرفكم على واحد السر اللي من اللي عرفتو حياتي كامله تغيرات، وضروري ضروري ضروري انك تسمعيني وتاخدي التجربه ديالي، تسمعيها وتستافدي منها، لانه التجارب ديالنا حنا كانسان راه غنعيشوا بالتجارب ديال الاخرين، حنا ما غاديش نعيشوا باش نجربوا كل شيء وباش نعرفوا كل شيء، فضروري نسمعوا الاخرين. انا جيت اليوم نتقاسم معاك التجربه ديالي، نتقاسم معاك شنو عشت والحل باش خرجت من واحد الازمات اللي دزت منهم، ولله الحمد والمنه زعما بفضل الله سبحانه وتعالى كيتحلوا بزاف ديال الامور. فاليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم التجربه ديالي، والسر السحري اللي هو الاستغفار. وما ادراك يا اختي ما الاستغفار؟ بالنسبه للاستغفار، هو اننا كنعرفوا كاملين كنستغفر الله، كنقول استغفر الله، كنسبح الله سبحانه وتعالى، كنكبر الله وما الى ذلك. ولكن بزاف منا راه كيقولها غير في لحظه، ومثلا سيمانه ما كيبقاش يذكر الله على فمه، يعني للاسف راه واخا كنصليو ولكن من غير الصلاه ما كنذكروش الله. بالنسبه للقران حنا مقصرين في القران وبزاف ديال الحوايج، فنطلبوا من الله الهدايه ليا وليكم والناس اجمعين ان شاء الله. ف استغفار بالنسبه لي انا وتجربتي في الاستغفار، فبحالي بحال كاع الناس واحد النهار ولا واحد الفتره من حياتي واللي كنتمنى لهلا ترجع ولهلا يرجع دوك الايام الخايبه الصراحه اللي كنحس بهم واللي حسيت بهم. واكيد انكم حتى نتوما واحد الفتره حتى نتوما في حالي ولا دزتو من التجربه ولا حاليا كتعيشوها، كتحسي ان الحياه واقفه وانك ما زدتيش لقدام، وان الناس شحال من حاجه داروها وانت ما درتي والو، وبالعربيه يعني ما كتعرفي ما تصب شنو تصبقي وشنو توخري، ما كتعرفي يعني واحله في واحد البلاصه ديك في لا شيء، ما عرفاش راسك فين، ما عرفاش شنو غديري. يعني ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، ولكن انا اكيده ان كل وحده فينا واحد النهار حسات بهذا الاحساس، ما كتعرفيش حياتك فين غادا، ما كتعرفيش شنو غديري، ما عارفاش شنو غتخدمي، ما عارفاش يعني الحياه عندك مخربقه، حياتك مخربقه وانتي فين غادا ما عارفاش الوجهه ديالك. هذا راه يعني حال الجميع، انا حنا غير بشر، وكتجينا دائما واحد الوقت اللي كنحسوا براسنا ضعاف بزاف، ويعني واخا يكون عندك اللي كان كتحسي براسك بوحديتك. ففي هاد الوقيته انا بديت الاستغفار، كنستغفر بايدي في اي وقت في اي وقت في اي وقت في اي وقت. الاستغفار خصوصا الاستغفار والصلاه الابراهيميه، غادي نهضروا من بعد نهضر لكم على التجربه ديالي حتى مع الصلاه الابراهيميه. الا كنتوا يعني مهتمين بالموضوع نحاول يعني نسبق لكم لا فيديو ديال الصلاه الابراهيميه من وراء هاد لا فيديو، فاكتبوا لي في التعليقات، نبغي نعرف البنات الاراء ديالكم الله يخليكم. فقلت لكم على الاستغفار، بديت استغفار غير يعني بايدي، كنسبح بيدي، كنستغفر في اي وقت، راه استغفار ولا ما عندوش وقت، ماشي غير بالليل ولا نكون جالسه، بالعكس في اي وقت في اي وقت. كنتي اختي كتسنى عند دونتي استغفري، كنتي كتسني شي حاجه شي ورقه تصاوب ليك استغفري، كنتي يعني واحد الاوقات ديال الفراغ اللي كتكوني بينك وبين راسك ما عندك ما يدار تستغفري فيها، وردي عليا واحد السحر لا اله الا الله. فقلت لكم البنات بديت الاستغفار، انا كنت كنستغفر غير بيدي، من بعد عاوتاني بغيت ناخذ يعني داك السبحه الالكترونيه حتى هي يعني، ولكن من بعد قريت انه زعما من الاحسن انه تستغفري بصباعك، هما كيكونوا شاهدين عليك في يوم القيامه. ف كنفضل انا الاصابع، ولكن حتى الاخرى كتجيني يعني عمليه اكثر، كديها معك فين ما بغيتي وهكاك. فقلت لكم البنات بالتجربه ديالي بقيت كنستغفر الله سبحانه وتعالى، عشت واحد الفتره صعيبه، قلت لكم بلا ما ندخل في التفاصيل، ما نبغيش نشارك معكم شي حاجه خايبه الصراحه، ما بغيش نقول لكم شي حاجه اللي فيها طاقه سلبيه، ما بغيش يعني نشارك معكم شي حاجه اللي غتنفعكم اللي غتفيدكم وتزيدوا بها لقدام. فقلت لكم واظبت على هاد الاستغفار يعني مده الصراحه، وفي نفس الوقت انا درت واحد الخطوه يعني في حياتي وقلت غنديرها في يد الله، ربي سبحانه وتعالى ولا عارف اللي مكتبها لي الله سبحانه وتعالى وفيها خير ليا راه غتوصلني. طبعا بهذاك الشيء اللي كان يعني مشيت لهذاك الشيء اللي بغيت ندير، وخا ما عارفاش لا منين غنبدا لا منين غنسالي لا والو. فكنت كنستغفر لدرجه انني في النعاس البنات كنت كنعس
وهذاك الخاتم ديال التسبيح في ايدي، يعني كنفيق كنلقاه باقي في ايدي، يعني من كثرة انني كنعس وكتجيني ديك الغفوه على الاستغفار كنعس. فبقيت هكاك النهار الاول الثاني الثالث، الشهر الاول الثاني، عرفت يا البنات والله وربي شاهد على شنو كنقول، انه كيتحلوا لك بزاف ديال البيبان، وكيلاقيك الله مع شي ناس اللي كيخليو لك يعني داك الضيق ديالك كيولي فرج. سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى قد يعني يتحلوا لك المشاكل غير من اللي غادي يعني يبعث لك واحد الناس اللي غادي يقدروا يعاونوك. هذاك في حد ذاتها راه فرج، في حد ذات انك من اللي ربي سبحانه وتعالى كيتفكر وكيصيفط لك واحد ولد الناس، وكيصيفط لك يعني واحد الحل على شكل الانسان. يعني سبحان الله سبحان الله، يعني المشكل ديالك غيتحل كيف ما كان، واي حاجه وما ياخذكمش الشك بها يا البنات. ربي سبحانه وتعالى يعني راه هو يعني اللي غيفك لينا كاع المشاكل ديالنا، وهو اللي غادي يخلصك من هذاك الكرب ومن هذاك الضيق اللي انت فيه. حنا راه كاملين 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 كاملين، هذا حنا في دار ابتلاءات، وحنا في يعني في الحياه راه معرضين لشحال من حاجه، ولكن ما نساوش وما ياخذكمش الشك ان الله سبحانه وتعالى معانا دائما دائما. والاستغفار ذكر الله سبحانه وتعالى كيبدل بزاف وبزاف ديال الحوايج، وكوني اكيد ما غترجعيش كيف ما كنتي نفسيا، لا في النفس ديالك، لا في التعامل ديالك. كتهدني، ما كتبقايش يعني فيك واحد الغضب، ما كيبقاش فيك واحد الارتباك، ما كيبقاش فيك واحد الاكتئاب، ما كتبقايش عاوتاني منويه مع راسك لا عندك لا ما عندك. يعني سبحان الله كتهدن لك النفس ديالك، وكيتحلوا لك بيبان الخير، وكيتحل لك بيبان الفرح وبيبان السرور وبيبان النجاح، واي حاجه اي حاجه على جميع الاصعده، الصعيد لا الفلوس لا الصحه لا الخدمه لا ايتها حاجه، قرايه اي حاجه كتيسر الامور ولله الحمد والشكر. غتيسر بواحد الطريقه اللي انت ما غتفهميش حتى كيفاش، ما غتفهميش يعني كل حاجه كلشي غادي يطرى يعني بسرعه، ما غتفهمي والو. ونصحك ما تحاوليش تفهمي علاش، حقاش ما غاديش توصلي لواحد الحاجه، وخا تبقاي سبحان الله داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. راه واخا حنايا راه عقولنا راه واخا ما عرفتش نوصلوا في الذكاء، راه كنبقاو عقول بسيطه ما كنفهموا والو في حكمه الله، وما كنفهموا والو في اي حاجه كيديرها ربي سبحانه وتعالى. ولكن كوني اكيده الا غتبداي هادشي اللي قلت لك، ولا بغيتي الحل المشاكل يكون عندك واحد اليقين وما تشكيش، وما يكونش في قلبك ولا ذره شك ان ربي معاك، وان ربي غادي يلقى لك الحل لهذا المشكل ديالك. وما عندك حتى واحد اللي قد يعاونك ولا اللي قد يكون معاك ولا اللي تشكي ليه الهموم ديالك من غير الله سبحانه وتعالى، ما ياخذكش بها الشك. وانا هذه من تجربتي ومن تجربه ناس بزاف، ماشي غير انا تقاسمت معك تجربه من بزاف ديال التجارب، واللي يمكن مقارنه بالمشكل اللي كان عندي انا ولا بالحاله اللي كنت بها انا يعني هما اكثر. هما يعني كانوا عندهم شي حاجه مساله حياه او موت، يعني راه كان عندهم واحد الابتلاء عظيم جدا. وتقدري ملي غتسمعي القصه ديالها غيجيك انت المشكل اللي عندك بسيط والحل بين يدينا كاملين. هذا هو المهم، الحل بين يدينا كاملين. استغفار باي صيغه، استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه، سبحانك ربي اني كنت من الظالمين، اي صيغه بغيتي التكبير، اي صيغه. مهم المداومه، ما يهمش ما تقوليش لي لا نستغفروا واش بواحد العدد معين، ما كاينش العدد. استغفري رب، ذكر الله تلين القلوب، وكتحسي بواحد الفرح، وكتحسي بواحد كيف ما قلت لك ما غترجعيش كيف ما كنتي. ما غاديش نقول لك ان المشاكل ديالك غيتحلوا 100%، ولكن كوني اكيده انك غتلقاي ليهم الحل، غادي تلقى ليهم الحل. ما تحاوليش تفهمي كيفاش، ما تحاوليش تفهمي يعني كيفاش تخرجتي من هذاك المشكل بحال الشعره من العجينه، حقاش ما نقدروش حكمه الله سبحانه وتعالى راه اي حاجه كيدير الله سبحانه وتعالى راه واحد الحكمه. وهذا الشيء اللي كاين فالبنات نوصيكم بالاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار. اي حاجه صعابت علينا ربي سبحانه وتعالى راه غادي يسهلها علينا وغادي ييسرها علينا. فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. ربي سبحانه وتعالى راه دائما ما بعد الضيقه والكرب والحزن والعسر ضروري ما يجعل ليه يسر، ولكن حتى احنا نحاولوا نديروا اللي علينا. واستغفار واحد النعمه وواحد الهديه وواحد الحاجه عظيمه جدا يا البنات. انا ما بغيتش اني نحطكم في المشكل اللي كنت فيه ولا شي حاجه، ولكن انا بغيت نشارك معاك التجربه ديالي،
وتستافدي حتى انت. علاش لا؟ يمكن هاد لا فيديو طلعت لك حتى انت في وقتها، لقيت انت يمكن عندك شي مشكل ولا شي حاجه، فحاولي تطبقيها وحاولي تستغفري الله سبحانه وتعالى. والذكر الله دائما يكون ذكر الله على طرف لسانك، دائما دائما دائما. والعجب اللي غادي تشوفيه، انا اللي شفته يمكن انت غتشوفي كثر منه في حياتك، وانت غادي يعني تعيشي واحد الحوايج عظيمين، وغتعيشي يعني غتحمدي الله من قلبك، وغتقولي الحمد لله والشكر لله. فالبنات كان هذا هو لا فيديو، يعني بغيت نشارك معكم يعني واحد الموضوع يعني بسيط، ولكن راه عظيم 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 بزاف. راه في البساطه ديالو، راه في هذيك البساطه ديالو كتكمل واحد العظمه كبيره 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 بزاف. نتمنى انكم يعني الله يسهل عليكم البنات كاملين، والله يدير لكم اللي فيه الخير، والله يدير لكم شي تاويل ديال الخير كاملين. انا ما عارفاش الظروف ديالك انت اللي كتسمعيني، فالله يكون معاك. وما تنسيش انك ماشي بوحدك، وما عمرك كنتي بوحدك، وما عمرك غتكوني بوحدك. معك الله سبحانه وتعالى. وتبقاي على خير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.